عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهارده هنعمل طريقه فراخ جميله بالزبادي، بس لاول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. انا هنا جبت طاسه وحطيت فيها هنا حته زبده، وانت ممكن تستغني عنها وتعملي تحطي زيت زيتون. مش عندك بتحطي زيت عادي، انا هحط زيت عادي. تمام، انا حطيت هنا اهو حبه زيت بتاع التومين العادي يا جماعه. ماشي، انا هنا مقطعه البصل هنا جوليان، على كل فرخه بصلتين كبار. عايزه بقى كل ما تعملي مثلا حاجه بتزودي البصل بتاعك. تمام، انا هنا مقطعه اهو. اديله بقى ايه تشويحه كده. بقى ابتدت تصفر اهي. هننزل بقى بايه؟ انا هنا مقطعه فلفل رومي حبايتين، اللي هما وحدايتين اتنين يعني، وقطعت معاهم فصين توم. عايزه تكتري بصي على كل فرخه قرنين فلفل رومي وفصين توم. عايزه تزودي بقى براحتك. ننزل بقى بيها. بصي بقى لما الريحه بتاعت الثوم تطلع هننزل بقى بالفراخ. عايزه اقول لكم من قبل ما احط اي حاجه بس الريحه تجنن. هنزل بقى ايه بالفراخ. انا عامله فرخه واحده طبعا على حسب ايه انت عايزه كمان. غسلها طبعا ونقعها ملح وليمون قد ساعه. تمام، بص بقى البهار بتاعها عباره عن ملح، فلفل اسمر، البهار اللي هو الاساسي بتاع الوصفه الكاري. انا حطيت رشه كركم عشان الكاري ده مش ملون. لو عندك الكاري اللي هو الحلو اللي هو بيلون ده اعملوه. تمام، هقلبه بقى كويس. بصوا بقى يا جماعه، انا بقى ايه خدت صدمه كده هنطلعها. تمام، هنطلع الفراخ بس عشان ايه ما تتهريش مننا، عشان نكمل بقيه الوصفه. هو في نفس الطاسه ما تشيلهاش. ويستحسن لو انت عايزه تعملي الحاجه في مكان واحد انت ممكن تعمليها في صينيه هتدخل الفرن، بحيث ان انت تدخليها الفرن. ممكن تسويها على البوتاجاز في حله لو انت ايه حابه. تمام، في المكان بقى اللي احنا عملنا فيه البهاريز هننزل هنا بطماطم متقطعه 4 طماطميات. تمام، هنسيبها بقى ايه لما تدبل كده تتسبك مع نفسها. بصوا بقى اهي نزلت بقى الميه كلها. بصي بقى هنحط علبه زبادي على كل فرخه، علبه زبادي. تمام، بصوا هنا انا هعصر بقى ايه نص ليمونه. انت عايزه تعصري ليمونه كامله براحتك، انا مش بحب الليمون قوي في الفراخ. هي المفروض على كل فرخه نص ليمونه. تمام، على كل فرخه ايه نص ليمونه. وهنقلبها وهتنزلي بقى ايه بالفراخ. تمام، هتنزلي بقى بالبهاريز بتاعتها. هنديها ايه تقليبه كويس بالصوص ده. تمام، هنحط بقى ايه كوبايه ميه بس، بحيث ان هي عشان ما تلزقش وتستوي كويس.
انت بقى دلوقتي ممكن تسويها في الحله من على البوتاجاز كده عادي، تطلع معاكي حلوه. لو عايزه بقى تدخليها الفرن تاخد وش حلو، يبقى تنقليها بالصينيه. انا عن نفسي هدخلها الفرن بعد ما هي ما تاخد لها غلوتين 3 كده على البوتاجاز، هبقى ادخلها الفرن تاخد تحميصه حلوه. تمام. تستوي ونعمل بقى الرز الابيض. بصوا بقى هي بتبقبق على ريحتها يا جماعه، وحياه ربنا تجنن. بصوا انا اول ما هتبتدي تتشرب شويه هدخلها تكمل في الفرن واخليها تاخد وش ان شاء الله. تمام. انا هنا بقى هعمل الرز الابيض، حطيت هنا زيت وهنزل بالرز على حسب طبعا ده، وهنقلب. بصوا انا كنت عايزه اعمل رز بسمتي، بس بصراحه الرز ده بيبقى احلى في الاكل. الرز البسمتي مش هينفع هتعمليه، مش هيكسر اللون زي الرز ده. انا بحمر معاه رشه الملح كده، وهنحط معاهم قطعتين زبده. هنقلب بقى، هنزل بقى بالميه. متمليش ميه كتير، وهو بياخد اول غلوه وانا بوطي عليه شمعه. تمام كده، بس رشه ميه بسيطه قوي وهغطيه بقى يستوي. بصوا بقى يا جماعه طلعت ما اقولكمش تجنن. بصوا الحلاوه، بصوا دايبه ازاي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. والله جربوها مش هتندموا يا جماعه والله العظيم. بصوا بقى الحلويات. تمام. وبصوا بقى الرز الابيض تحفه وطالع مفلفل. هنغرف يا جماعه الجمال. بصوا انا عايزه اقول لكم تحفه. بصوا الجمال، بصوا اللون، بصوا الحلويات. انا طبعا عامله رز ابيض. بصوا اللون، بصوا لونه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد، ونجربوها ونزلوها لي على الكومنتات. السلام عليكم.